اوبا لك حقك عليا يا بيتو. الله يسهل لك بس. الله يسهل لك الله يسهل لك. ما خلاص يا باشا مش همشي في الطريق لوحدي، احنا نقعد نستنى بعض. ايه المشكله؟ صح. هو بس الساعه دي ساعه كده. خلاص سيبنا فوت وارجع. عدي ورايا عدي ورايا يا ابني. لا 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 ده انت بتستعبط. ده تعرف كده انت راجل موزع. السلام عليكم اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ بتمنى لكم دايما الخير والرزق يا رب. اول شغل ليا في رمضان، الشغل في اوائل رمضان مش احسن حاجه انا عارف، ولكن قلت انزل واشوف واللي رزق هياخده. ولكن اليوم قلب معايا بحوادث ومشاكل، بقيت انا احوش الناس شويه والناس تحوشني شويه. يوم كان غريب جدا، انا مش عارف في ايه. انا مش عايز احرق لك الفيديو، ولكن ما تنساش تدعم اخوك باللايك، وليك اي كومنت ما تنساش تكتبه لي. وانت مش مشترك اشترك. انا خالد مكباتي واتمنى لك مشاهده ممتعه. يلا بينا. السلام عليكم يا صباح الفل على كل اخواتي. والله وحشني جامد جدا، لان انا بقالي حوالي 3 ايام مريح. النهارده اول شغل ليا في رمضان. وطبعا انا حذرت من اول يوم رمضان وتاني يوم ما بيبقاش فيه شغل نهائي، وللاسف كل اللي نزل يعني زعل. كل اللي نزل زعل وبيقول لي هو الشغل فيه ايه، الشغل ايه اللي حصل له، مش عارف يا جدعان. احنا حاولنا اول يوم وتاني يوم في رمضان، يعني اكتر يومين ما فيهمش شغل. بعد كده الشغل بقى بيشد شويه، يعني تالت يوم هيكون احسن شويه، الرابع تمام، فاحسن كده يعني، لحد ما يخش علينا شغل العيد ان شاء الله. وفي العيد برضه في السكوترات ما بيبقاش في شغل، للمعلومه يعني. النهارده بقى ننزل بقى نشوف الشغل هيبقى عامل ازاي. ان شاء الله خير، ربنا يرزقنا يا رب. ايوه نسيت اقول لكم العميل دوت انا واخده ب 70 جنيه من عندي هنا رايح الزمالك، 11 كيلو. الحمد لله نزل على رحله حلوه وتسعيره كويسه. السلام عليكم. خدي مين بقى؟ ماشي. السلام عليكم وبركاته. خش كان مصنع الازاز. والله هو الازاز ما كانش بيكسب ولا ايه؟ والله ما عارف حاليا، بس احنا حتى تقريبا ما عندناش مصانع هنا ازاز اصلا. احنا حتى ما عندناش هنا مصانع ازاز اصلا. هيطلع برضه الظهر كمان قلنا مساحه كبيره بقى، قال لك العقارات احسن، بلا ازاز بلا نقعد ننفخ ونعمل. هم قافلينها. لا ده انت كلهم بتعدي بقى من هنا بقى. بالله على السلامة. معاك 130. ماشي حبيبي يا مدير. كده خدنا 70 جنيه. تمام تعالى ب 40.
كده هو وافق، ما جاليش الاشعار اللي هو وافق والله. اسمه عبد الله. بص يا جدعان بالمناسبه عبد الله ده نازل شبرا، فانا هنزله ب 40 جنيه. قلت له 50 رفض، قلت له 44 رفض، بعد كده قلت له 40. بس انا برضو مش عايز اتنمرض عشان انا مش عارف، انا رحت برحله حلوه لما الحم وراها واحده 40 يبقى توتال مثلا في الساعه عامل سعر كويس. فانا وقفت كده بتاع حوالي 5 دقايق كده بجس الدنيا هنا، لقيت ان يعني شغل بيظهر بيختفي، يعني ما بتاخدش تسعيره حلوه قوي يعني. فخلاص فانا خدتها باقل تسعيره لحد ما اشوف الدنيا النهارده اليوم مش عامل ازاي. وانا يعني ما بحبش اول ساعه دي تبوظ مني بصراحه، يبقى لسه نازل برضه بطاقتي وبتاع، ماشي نروح. عبد الله يلا عقبال. بتاع البرتقال كده بس انا صايم. البرتقال ماشي نقف على جنب بس كده هات اصلا معاك عشان مش معاك. ماشي يا عبط، ماشي يا عبط كده المشوار ظبط. نقف على جنب كده بقى من زحمة الناس. ميزة في شبرا ان انا ان شاء الله اخد رحلة حلوة وتطلعني برضو من هنا. واحد 30 ده اقل حاجه. الرحله دي انا معاها 31 هي مش وحشه، لان هاخده من قدام مني هنا وهطلع بيه ناحيه الخلفاوي، فمشوار صغير اصلا، ولكن اصلا ما فيش شغل. يعني احنا النهارده رابع يوم رمضان، الشغل ضعيف جدا. كان الشغل كويس اول ما نزلت وكان كتير برضه. انا لما جيت هنا يعني هو في شغل في حركه بس يعني مش كتيره، فده بيخلي لما الرحله بتنزل بلاقيها بتتلقط على طول. تقريبا كده مش هتتعب اصلا التفاوض مع العميل، غيرك هياخده. المفروض اللي هو هنا. تعالى يا جو. يبدأ الرحلة ودي السي اي بي اللي هنا اشتغلت ولا لسه؟ ماشي لو اشتغلت هنا هنعدي عليها.
دي بتسفلت. المؤاخذة ايه يابا؟ انا بقول لك معلش. انا معلش دي اعمل بيها ايه يعني معلش؟ انت مش ماشي على دائري، ده شارع رايح جاي. ما هو انا ماشي عادي، انا ماشي عادي، انت اللي بتلف مش عادي. انا جنب عشان الشارع. شارع رايح جاي مش دائري. ايوه رايح جاي، انت قاطع يا عم، انت قاطع عليا يا عم، انت قاطع عليا. انا قلت لك حقك عليا يا بيه، الله يسهل لك بس. الله يسهل لك، الله يسهل لك، ما خلاص. اصل كل واحد هيموتني يقول لي معلش، خلاص. هم عليهم لفه اصلا مستفزه كده، اللفه اللي بيلفوها مره واحده دي. خش الشارع الجاي يا اخويا ولا وراني؟ الحمد لله على السلامة. انا تقريبا ايه؟ المفروض 31. 10. هو مشكلة انا مش معايا فكة، انت معاك 10 معاك فكة؟ ماشي يا حبيبي، تسلم يا غالي. والله يا جدعان انا دمي نشف، انا ماشي عادي جدا، انا ماشي عادي جدا. تقعد تقول لي بقى اصل انا على الدائري ولا مش على الدائري؟ قال لي معلش ماشي، بس انا دمي هرب يعني، انا ما اعرفش في ايه. انا لقيت واحد، انا في عربيه قدامي طلعت لقيت ده بيلف قدام مني مره واحده. يعني حتى يا ريتني ما شفته وهو بيلف، انا في عربيه كانت قدامي، هو طالع من ورا العربيه بيلف، هو عارف ان الطريق بقى رايح جاي، يلف اللفه دي. ما هو رايح جاي، انا ماشي في طريقي، ما هو اللي قاطع. انا مش عارف والله العظيم يعني. وبعدين هو رد فعلي برضو مني سريع، يعني انا مجرد ما حصل الموقف هو بيقول لي معلش، فقلت له معلش دي هعمل ايه بمعلش؟ فعايز بقى يديني درس بقى في الاخلاق بقى، يعني ايه؟ لا المفروض لما اقول لك معلش انت تقول لي كذا كذا كذا، مش يقول لي لا مؤاخذه مش عارف ايه، مش كانش قصدي. لا هو بقى مش عايز يعدي لي الكلمه، انا المفروض اعدي الموقف ده كله وهو مش عايز يعدي لي الكلمه. اي حاجه بقى تعالى. مشوار زي ده انا اقل حاجه باخده ب 70 والله، قلت له 60 عشان جنب مني واشتغل، واقل حاجه جاي 51 جنيه. يعني انا لو قلت له 70 جنيه هيتاخد. ما هو الشغل يا جدعان، هو في شغل، هو في شغل الحمد لله، ابتدى يكون في شغل عن الايام اللي فاتت. احنا كده رابع يوم رمضان. خش كده تعالى دي، انا مش فاهم هتمشي ازاي طريق. المفروض كده ان انا وصلت هنا عند مصطفى، فينك يا درش، فينك قال لي انا عندي موبيل. السلام عليكم. ده اللوكيشن بقى مش تاني واضح. وانا اقول لك انا اللي حصل ايه. انا المفروض انا قابلت اللوكيشن اصلا على انك انت في الكورنيش. مظبوط صح. انا كنت شايفه صح. تمام. قلت مصلحه ده جنب مني، قمت مشغل اللوكيشن، فلقيته مديني منة السيرج، يعني في شارع اخر منة السيرج. فقلت ايه ده، يمكن انا ايه عكست اللوكيشن بقى. قلت له ايه الغلط كده من عندي ولا حاجه. فانا ماشي بقى سرحان وماشي على اللوكيشن. فاللوكيشن وصلني بس، فوصلت لقيتك بتكلمني، قلت ايه ده بقى، ازاي اصلا اللوكيشن وداني هناك؟ يعني انا دي مش عارفها، انا مش عارف لحد دلوقتي ازاي عملها يعني. انا عملت بيقول لي يعني عارف لما انت بتوصل بيقول لي حسنا معرفش ايه الانتظار اللي هو انت في الطريق يعني ليك يعني. عملت تمام يعني، اللي هو 5 دقايق اللي هما ايه لو عدوا خلاص يعني. ابص لقيتك ورا كمان، بقيتش انت ورا يا باشا، انا وصلت. ما هو انا بقى ايه، انت قلت لي، فانا جالي ايرور بقى اللي هو ايه ده، ايه اللي حصل؟ هو فعلا كان المفروض هو على الكورنيش. طب انا جيت هنا ازاي؟ ما هو اللوكيشن اللي جايبني هنا واللوكيشن بتاع البرنامج يعني، وانا مش مخترعه. فمش عارف بقى هي ايه. لا عادي، الدرايف اهو بيحسبوا له الحوارات دي بصراحه.
هو تلاقيه صايم معانا ولا السيستم بايظ. طيب بقول لك لو حابب تاخدها منين؟ والله المفروض كده ايه اخدها مستعمرة. بص انا عندي ايه قول. الطريق اللي انا اقوله زحمه، انا عايز الطريق هادي. بص انا هنطلع الكوبري ده يمين، هنطلع ب3 كباري اللي هو الزاويه الواقيه وكوبري القبه، وتحت كوبري القبه نلف ندخل قدامي حجازي جسر السويس. تمام. عايز اكون كداب معاك، الطريق ده يبقى زحمه. انا عارف انت عايز تاخد تحيا مصر. ما هو تحيا مصر بقى مش هناخد غير بالله عليك. لا مش جاهري. جاهري ازاي؟ هاخد تحيا مصر هنزل مستعمرة ومن مستعمرة اكمل سواح. الله ينور. ده اسلك طريق. نوصل الشارع الجديد مظبوط؟ ايه؟ نوصل الشارع الجديد. الشارع الجديد ليه؟ بعد السواق الشارع الجديد. لا السواح ناخده اخره ناخد بقى ايه نطلع على جسر السويس. يعني من السواح لسرايا القبة ناخد جسر السويس من هناك. الحته الداخله دي كل لما عارفها بقت زحمه جامد قوي، المفروض تتوسع بقى. مش حد عارفها الاول. لدرجه ان في بيجي من هنا بيعدي الحته دي كده ايه عكس يعني. ايه لا بخش الدنيا رايقه ايه في عز الزحمه. ما هو ماليش فيه بقى. انا عايز اللي عليا. ده المكان بتاعك انت. انا جبت لك الطريق اللي يودينا لحد يعني ايه الطريق يكون خفيف خفيف. انا بحاول اظبطها معاك في حته كده ايه عند الجراج، بحاول اظبطها معاك. خش من جسر السويس ولا خش من حجاز؟ والله ما عارف. ماشي خلينا هنا ايه حجاز هنلاقيها زحمه، خلينا جسر السويس. اخش من هنا كده بدل ما الف لفه كبيره. ده مش قطع طريق اصلا ومش طريق ده. تعرف كده انت راجل موزع. هو جبان ده لما انا وقفت جري. طب بيشتم ليه طيب؟ هو جبان بيشتم. هو جبان بيقف. انا راجل كبير، انا ما بحبش اغلط في حد كبير. ده زعلان، ده هو قطع الطريق وزعلان. انا بقول له مش طريقك اصلا، بيقول لي قول في ده. مش كان انا شايفه بيقطع، بس انا مش عارف هو هيحود ولا هيخش الشارع ولا. فقلت خلاص هقدم انا. انت اصلا المفروض ده انت كمان قاطع ما تقطعش عليا بقى، سيبني اعدي. فلا هو كان حابب اللي هو يقطع عليا، فاتضايق ليه وليه ان انا عملت كده. لا حول ولا قوة الا بالله. لا 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 انت بتستعبط. واحدة واحدة عليه يا ريس. ماشي واحدة واحدة عليه برضه. اللي هو مين؟ ده بتاع العربية ده مش غلطان. بتاع الملاكي؟ ما هتلاقي لا خلاص هو اللي غلطان صح ولا ايه؟ لا الملاكي ما هي مش الحالة دي عكس. بس المشكلة في الهمجية بقى بتاعته اللي هو داخل بيها بقى، فاهمني؟ اصل اقول لك على حاجة، احنا ماشيين على الطريق وكلها بتمشي غلط يعني. مفيش حد على الطريق رسول.
فعادي بنفوت لبعض، بس المشكله لما تلاقي واحد مثلا غلطان زي اللي انا قابلته وهو اللي بيبجح. يعني انت اللي غلطان، انت اللي بتبجح. قلنا وصلنا هيدفع علينا بصراحه. خلاص خلى عنك خالص. هو 60 ماشي. خدنا 60 جنيه. هو عمل معاه الصح بصراحة، عشان انا لو كان دخلني كنت هزعل يعني. ده حتة رخمة واقفة اصلا. الراجل ده انا عامة ما بحبش الناس الكبيرة، ما بحبش اتكلم معاهم اصلا. فالراجل ده يعني راجل كبير، والراجل ماشي هو عايز ياخد الحتة الصغيرة ديت، فده جاي كابس، هو عنده بقى حوار، عنده موضوع، الله يكون في عونه. فالراجل خلاص بيرجع، ده بقى عمال يزعق، يا عم اخبطها لك، هعملها لك، يا عم في ايه يا عم؟ هو الراجل بأدبه وباحترامه بيرجع، ما هو هيرجع يعمل ايه؟ مش هيعرف يرجع مرة واحدة. ربنا يهدي الناس كلها ويهديني معاهم. بس هو رمضان مش عارف ليه يعني ليه الناس يعني انا الحمد لله والله الواحد صايم وعادي، يعني في ايه؟ مش عارف الناس مالها، اللي بيجري واللي بيعمل وايه. يا عم في ايه يا عم؟ تمشي عادي يا عم يا باشا. مش همشي في الطريق لوحدي، احنا نقعد نستنى بعض. ايه المشكله؟ صح. هو بس الساعه دي ساعه كده. خلاص سيبنا فوت وارجع. عدي ورايا عدي ورايا يا عم. انا ماشي يا باشا. ما تدوحش بالصح. انا ماشي بالزحمه كلها. حصل خير يا جماعه، حصل خير الحمد لله. ان جت اسهل من كده. بالنسبه لدي يابا دي مؤلمه. اي شويه كوره في الميه فرحتها كده هتروح. هي الحمد لله بسيطه عندك وعندك. انا مش على كده. طب امال ايه؟ يا باشا طيب نستنى بعض مش اكتر. حصل خير حصل خير. حقك عليا. الحمد لله. ايوه مدير على ايه؟ تعالى. لا رايح شبرا اخيرا في جام. هو قال لي 40 قلت له 50. هيوافق؟ والله كويس كويس. اخيرا حد كده ما عادش حرق قلبي معاه. اسمه سيد. فين يا سيد؟ السلام عليكم. الساعة 3 ساعات؟ تعالى. مش من احمد عصمت؟ توكل مع الله. يا ابني امك فين يا عم؟ انا دمي ببص في المرايه لقيت اللي بيرمي عليا مره واحده. اوه يا ساتر يا رب. اطلع قدام سنة. طيب فاضل لك خد العربيه وانت لو انت عايز. اصرفها كده بقى. الطريق واقف، مفيش حد بيجري. انا مالي؟ انا هعمل انا ايه دلوقتي؟ يلا يا باشا حل عشان الطريق.
هو الفرامل سرحت منه. انا شايف كان ماسك التليفون. هو ده تحدي. ده انا بحسبه. الاكسدام متفشش. ده الراجل بيقول له انا ده الطريق واقف، يعني احنا ولا ماشيين ولا رايحين ولا جايين. انا مش بقول لك هو في، انا مش عارف. لا ده انا شفت، عارف الساعه دي انا شفتها بلاوي والله. بس ما تفهمش ليه يعني، معلش مع يا عم انا دلوقتي المغرب اذن عليا، انا اجري ليه برضه؟ ما امشي براحتي لحد ما اوصل البيت، انا ليه اجري؟ هو انت ليه محسسني ان باب الجنه مفتوح وهيتقفل؟ مش عارف، بحس ان الناس بتزعق مش بسبب الصيام. انت لو صايم اصلا ويعني الصيام مأثر عليك مش هتعرف تزعق اساسا. تحس اللي هو بقى ايه من النيكوتين والكافيين ان احنا ايه ابتلينا بينا نفسنا، فمخلي اعصابنا بايظه. هنا كده غالي. الحمد لله على السلامه. ماشي يا استاذ. لو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي. الحمد لله اليوم النهارده عدى على خير. اخر ساعتين يا جماعه قبل الفطار، ساعتين صعبين جدا والله، كميه حوادث غير طبيعيه وكميه مشاكل غير طبيعيه بسبب الاستعجال. تهيألي الفتره الجايه هقعد اعرض لكم في حوادث ومشاكل وخناقات ووحوش. انت بقى ما تنساش يا صديقي لو ليك اي استفسار تكون كتبت لي في الكومنتات تحت. اتمنى تكون دعمتني وعملت لي لايك، وما تنساش لو مش اشتركتش تكون اشتركت. سيبكم في رعايه الله، بحبكم في الله، يلا سلام.